كتبدا القصه ديالنا مع واحد الشيباني، وكانت يلاه جاتو واحد الكوموند ديال الكتوبه وخصو يحطها في المكتبه عنده. ومن بين الكتوبه كان واحد الكتاب اللي نادر وحتى الشكل ديالو غريب وكيخلع في نفس الوقت. دخل عليه هاد خونا اللي باين في وجهو الشر واللي سميتو جيسكو، واللي اصلا متفق مع مول المكتبه باش يشري من عنده داك الكتاب الغابر. موراها بدا خونا كيقرا في الكتاب وقال باللي كاينه شي قلاده عندها واحد القوه خارقه، وهي دابا كاينه عند واحد الدري صغير. مول المكتبه غير شد الفلوس بانوا ليه شويه وبدا كيبكي على جيسكو، ولكن خونا ما عطلوش، جبد عليه الموس وقال ليه من الاحسن يشدهم ولا غادي يصفيها الحبو. خونا خاف على راسو، بقى غير كيشوف وكيبرقق في عينيه. موراها كنشوفو صحيبنا جاكي شان اللي هو ايدي، كان فيه الجوع وكان واقف عند واحد مول الكروسه باش يشري شي ساندويتش. حتى جات واحد المكالمه من الخدمه وقالوا ليه باللي لقينا البلاصه اللي مخبي فيها جيسكو. وايدي مع سمع هادشي لاح الماكله ومشى كيجري عندهم، وغير وصل عند البوليس تحركوا خفا زربا وشدوا الطريق للبلاصه اللي فيها جيسكو. وفي الطريق وصلتهم واحد المعلومه على جيسكو وباللي خرج ومشى لواحد المعبد. موراها كنشوف واحد الدري صغير جالس وسط الشمع وكيدير في شي طقوس على شي قلاده، وكانوا كيعاونوه شي كهنه. وفي نفس اللحظه وصل ايدي والبوليس للمعبد. ايدي ما بغاش يدخل معاهم وقال لهم انا ما غاديش ندخل المعبد ونقتل شي واحد حيت في البلاد ديالنا حرام. والبوليس دخل وهو بقى ملبدا في الطوموبيل شويه حتى كيبان ليه واحد الضو خارج من واحد الفتحه في الارض. هبط فيها باش يشوف ديالاش هاد الضو، وغير هبط تخبى حيت بانوا ليه رجال ديال جيسكو وكانوا كاملين مسلحين. ولكن سخوط الوالدين شافوه وبداو كيتيريو عليه القرطاس يترعرع. ايدي يقدر يتغلب عليهم كاملين ومشى كيجري دخل البلاصه اللي فيها جيسكو والدري الصغير. وكنشوفو خونا كيطلب ويزاوق في الدري باش يعطيه القلاده ويعاونو باش يوصل للقوه الخارقه اللي فيها، ولكن صاحبو غير شاف ايدي جرو بالزربه وخرجوا من المعبد. موراها ايدي سول واحد البوليسي على جيسكو وشنو كان باغي من الدري الصغير، وكيبان لينا باللي خوتنا حتى هما ما عارفين والو على الموضوع ديال القلاده الخارقه. موراها بسيمانه كان جيسكو مازال كيدير في المحاولات ديالو باش يخطف الدري الصغير ويقنعو يعطيه القلاده، وهو يصيفط الرجال ديالو للبلاصه فين مخبي الدري الصغير واللي هي واحد الباطو صغير. ولكن ايدي والبوليس كانوا بالمرصاد ووصلت حتى لامارين وبداو مضاربين بالقرطاس هما والرجال ديال جيسكو اللي قدروا يخطفوا الدري ويهربوا بواحد الباطو صغير. ايدي بغى يشدهم ولكن ما وصلش ليهم وطاح في الماء. في النهار الثالث جات واحد المعلومه كتقول باللي الدري الصغير خطفوا جيسكو وهرب بيه لايرلندا، وخونا بالدربه مشى شد الطياره وسافر. غير وصل قصد المركز ديال البوليس باش يعاونوه في القضيه ديال الدري، وقال لهم باللي خدام في المخابرات. وشويه حتى كيشوف واحد ختنا اللي سميتها نيكول وكانت خدامه معاه في المخابرات ولكن حولوها لايرلندا. وبيني وبينكم قنبوله مازال ما تفرقعاتش، وخونا غير شافها بغى يطير بالفرحه حيت من مده طويله ما بقى شافها. ونيكول سولاتو اش جاي يدير هنا، وايدي قال لي راه جيت على قبل واحد الدري صغير. نيكول داتو عند الرئيس ديالها باش يعاونو في القضيه ديالو. شويه حتى كيدخل واتسون صاحب ايدي وقال لي شنو جيتي دير حتى انت هنا. ايدي قال لي انا جيت على قبل الدري الصغير باش نرجعو لبلادو وانت خاصك تعاوني. البوليس اتعصب وقال لي انا ما غاديش نعاونك، ولكن الرئيس ديال نيكول طلب منه يعتذر ليه وقال لي ما خصكش تهضر مع خونا هكا. واتسون بقى فيه الحال وخلاهم ومشى للمكتب، ولكن ايدي تبعو باش يهضر معاه وبقى كيحاول يقنع فيه باش يتعاون معاه ويرجعوا الدري الصغير. ولكن خونا واتسون كان راسو قاصح ورفض يعاونو. شويه كنشوفو نيكول قالت لايدي شنو بان لك نتعشاو على برا ونعرضوا على واتسون وتماك غادي نقنعوه باش يعاوننا. وشدوا الطريق للدار ديال واتسون وغير وصلوا قدام الباب. نيكول قالت لايدي عندك تقول لعائلته باللي راه خدام في المخابرات حيت العائله ديالو ما عارفينوش خدام في المخابرات. وغير دخلوا للدار رحبات بهم مراتو. وايدي قال ليها راني جيت لايرلندا كنقلب على واحد الكتاب وانا شاك غادي نلقاه في المكتبه عند واتسون. موراها بقاو مجموعين وكيطيبوا في الغداء وكيبان لينا باللي واتسون ما بقاش معصب من ايدي وقرر باللي غادي يعاونو حيت صحيبو من قديم. موراها واتسون طلب من نيكول وايدي باش يتلاقاو الغد ليه في واحد البلاصه. وفي النهار الثاني ايدي غادي يشوف صحيب جيسكو غير بالصدفه في الشارع، وهنا غادي يقرر يتبعو. وفعلا بقى تابعو لمده طويله وفين ما هرب كيلقاه موراه حتى قدر يشدو اخيرا. وخشاف واحد طارو وسد عليه وبقى كيسول فيه على الدري. حتى خونا قال ليه راه غادي تلقاه في الميناء. ايدي مشات الزربه عند نيكول وواتسون واتفقوا بيناتهم على واحد الخطه وقرروا باش يمشيو بثلاثه بهم للميناء باش يلقاو الدري الصغير. وغير وصلوا مشات نيكول عند شي حراس بدات كتسول فيهم وتلاهيهم، وايدي استغل الفرصه وطلع فوق واحد الكونتونير باش يشوف المنطقه كامله. ولكن ملي طلع الفوق بانوا ليه الرجال ديال جيسكو ومعاهم الدري الصغير وهو يقصدهم. بدا مضارب معاهم والدري الصغير استغل الفرصه وقدر يهرب بعيد عليهم، وحتى واحد من الرجال
الرجال ديال جيسكو ما قدر يلقاه، وهو يبان لهم ايدي يبداو كيتيريو عليه، ولكن خونا طياره دخل لواحد الكونتونير وهما يسدوا عليه من برا، وهو يتفاجئ ملي لقى فيها الدري الصغير. فرح فاش شاف ما وقع عليه والو. وفي نفس الوقت كنشوفوا نيكول وواتسون كانوا مضاربين مع الرجال ديال جيسكو، وفي نفس الوقت ايدي اتصل بواتسون وقال ليه راني محبوس انا والدري الصغير في واحد الكونتونير. ايدي بدا كيضرب في الكونتونير باش يسمعوا الدقان ويعرفوه فين كاين، وفعلا نيكول قدرات تلقى الكونتونير اللي فيها ايدي والدري، ولكن قبل ما تحل عليهم واحد من الرجال ديال جيسكو هز كونتونير بالرافعه ولاحها في البحر، وبدا الماء كيدخل ليها من الداخل. ايدي لقى واحد العوامه وبدا كينفخ فيها ودخل فيها الدري الصغير باش ما يغرقش. هيك الكونتونير بدات كتعمر بالماء، والدري عطاه واحد القلاده باش يحزم بها العوامه. موراها قدروا البوليس يطلعوا الكونتونير من الماء، وملي حلوا بان لهم الدري الصغير مازال عايش، ولكن ايدي مات قدام الامانه امانته حيت ما قدرش يتنفس في الماء. نيكول وواتسون بقى فيهم الحال على صاحبهم اللي مات، وغير مشاو جا عنده الدري الصغير وخلاه يشد واحد القلاده بيديه وهو يخرج منها واحد الضوء. موراها حط ليه القلاده في جيبه وهو تحرك. ونمشيو لمستودع الاموات فين كانوا كيودعوا في ايدي، وغير دخل عنده واتسون طلب منه يسمح ليه حيت ما قدرش يعتقو وغطى ليه وجهه، ولكن كيتصدم فاش لقى ايدي موراه وقال لي انا مسامحك. واتسون كان مصدوم من المنظر وكيصحاب ليه غير كيتخايل حيت كيبانوا ليه جوج من ايدي، واحد حي والثاني ميت. هنا من كثرة الصدمه بقى كيوري لايدي في الجثه ديالو وكيقول ليه راه انت ميت. وايدي حتى هو كان مصدوم ملي شاف الجثه ديالو، وقال لواتسون باللي ما بقيت عاقل على والو. من غير واحد خرج من واحد القلاده وواتسون جبدها ليه وقال ليه واش هذه هي راها كانت في جيبك، وايدي غير شدها وهي تغبر الجثه ديالو. وهما يتصدموا بجوج وما كانوا فاهمين والو. موراها مشاو للسبيطار عند الدري الصغير باش يعرفوا منه اش واقع، حيت القلاده ديالو هو، وغير عطاه القلاده ديالو خونا قسمها على جوج وعطى نصها لايدي. موراها جا الطبيب والمساعده ديالو باش يكملوا الدري الصغير الفحوصات. ايدي بقى كيشوف الطبيب والمساعده ديالو حيت بانوا ليه لابسين احذيه مختلفين على ديال الاطباء والمساعدين، وغير تبعوهم الطبيب جبد الفردي وبدا كيتيري عليهم وغادي ترون. ولكن ايدي كان متفاجئ بالقوه اللي ولات عنده لدرجه ولا كيخرج من السقف وكيتحرك بواحد السرعه كبيره. والطبيب ملي كيتيري فيه بالقرطاس القرطاس كيخترق الجسم ديالو، ولكن خونا ما كيموتش. والدري الصغير استغل الفرصه وهرب للطبيب. موراها ايدي مشى عند واتسون وبدا كيعاود شنو وقع ليه وباللي ولات عنده شي قوه خارقه، ولكن صحيبو ما تيقوش. وايدي مشى هز واحد الموت وبقى كيدخلوا فيه باش يبين لواتسون هاد القوه اللي ولات عنده. واتسون بقى غير حال فمو ما فاهم والو. شويه حتى وصلوا البوليس وكانت معاهم نيكول. ايدي مشات تخبى عليها باش ما تعرفوش مازال حي. موراها جيسكو غادي يبدا يغوت على الرجال ديالو حيت ما قدروش يجيبوا ليه الدري الصغير، وقالوا ليه راه كنا غادي نجيبوه حتى لعندك ولكن خرج لينا واحد خونا كيطير. وزادوا قالوا ليه باللي ما فهمناش كيفاش خونا مازال حي وهو البارح كان ميت. ونرجعوا عند واتسون وايدي اللي تواصلوا مع شي صحابهم وسولوهم على القلاده اللي عند ايدي، ولكن خوتنا حتى واحد ما عطاهم شي معلومه عليها ما عدا واحد خونا اللي قال ليه هاد القلاده باينه خديتيها من عند شي دري صغير، وقال ليه راه هاد الدري كيبان غير مره واحده في كل 1000 سنه باش يختار شي واحد ويعطيه القوه السحريه اللي في القلاده، واخا يحاولوا يقتلوا شي واحد ما يقدرش. وهنا خوتنا فهموا علاش واتسون باغي الدري الصغير والقلاده. وفي النهار الثاني غادي يقرر ايدي يمشي يشوف نيكول، وغير بغى يحل الباب ديال الطوموبيل ويتلاح الباب. هنا تصدم من القوه اللي ولات عنده وهي تبان ليه الدار ديال نيكول في الطبقه الرابعه. اخونا مسخوط الوالدين شد في الحيط وبدا غادي طالع عندها، وغير وصل بدا كيدق عليها مزاج. نيكول غير شافته تصدمات، وفي نفس الوقت كانت فرحانه بزاف حيت ايدي مازال عايش. شويه حتى كيسمعوا الجاج تهرس، وكان واحد من الرجال ديال جيسكو خطف الدري وهرب بيه في واحد الهليكوبتر. ايدي بغى يلقى الدري وتبعهم طلع للسطح باش يشدهم، ولكن فاش طلع عليهم كانوا بعدوا عليه. هنا بقى غادي قاصد الارض حتى وصل للشانطي. الناس شافوه ملي طاح وبقاو مصدومين كيفاش ايدي يقدر يبقى حي وهو طاح من واحد الارتفاع اللي عالي بزاف. جيسكو غير وصلوا الدري كان فرحان بيه بزاف وجاب واحد السم وقال للرجال ديالو انا غادي نشربو، ويلا الدري صغير ما قدرش يعاوني بالقلاده باش نرجع للحياه قتلوه. وفعلا خونا شرب السم ومات. الدري عاونو بالقلاده اللي عنده، ولكن قال ليه راه ما غاديش تكون عندك حياه ابديه حيت عندي غير النصف ديال القلاده والنصف الاخر عند ايدي، وخصو دابا ضروري يقلب على ايدي باش ياخذو من عنده. ونمشيو عند ايدي ونيكول اللي كانوا مازال في المركز ديال البوليس. نيكول قالت لايدي باللي جيسكو غادي يبزز على الدري الصغير باش يعطيه حياه ابديه، ولكن ايدي قال ليها ما تخافيش راه عندي النص الثاني ديال القلاده، وإلا بغى يدير هادشي خاصو تكون عنده القلاده كامله. خوتنا فهموا باللي جيسكو غادي يحاول ياخذ القلاده من ايدي ولا يخطف
في شي واحد فيهم باش يعطيو القلادة الصحة. هنا واتسون خاف على عائلته ومشى هو وإيدي باش يتأكدوا باللي هما بخير، وفعلا لقاوهم بخير. ولكن كيتفاجئوا ملي دخل عليهم الرجال ديال جيسكو وبداو كيتيريو فيهم، وبالزربة مرات واتسون جبدات شي أسلحة كانت مخبياها، وكيبان لينا باللي مراتو حتى هي طيارة وكتعرف تضارب بالأسلحة مزيان. وإيدي قال لواتسون أنا غادي نهرب للغابة باش يتبعوني، وتماك غادي نستخدم القوة اللي عندي ونقتلهم كاملين. واتسون ومراتو كملوا على الرجال اللي بقاو في الدار، وإيدي بقى هربان حتى بالصدفة غادي يتلاقى مع جيسكو في الغابة، ويزرب عليه جيسكو ضربو دوخو وخدا ليه النصف الثاني ديال القلادة وهرب. إيدي رجع عند صحابو وقال لهم بلي جيسكو خدا ليه الميدالية وهرب. وهنا غادي يقرروا باش يمشيو للقصر ديالو وينقذوا الدري الصغير. وغير وصلوا تفرقوا، كل واحد بقى مقاتل مع الرجال ديال جيسكو وبقاو مضاربين معاهم حتى قدروا يتهناو منهم كاملين. وفي نفس الوقت نيكول قدرت توصل للبلاصه اللي فيها جيسكو والدري الصغير. جيسكو كان حاط الدري الصغير وسط الشمع وكان كيدير في شي طقوس باش ياخذ الحياه الابديه، ولكن نيكول قدرت تاخذ الدري والقلاده ويهربوا من البلاصه. ولكن خونا استغل القوه اللي عنده وتبع نيكول وغير شدها لاحت القلاده لايدي، ولكن جيسكو لاحها من الفوق وماتت. ايدي خدا القلاده وبدا مضارب مع جيسكو هاك شد لقى، وكانت عندهم بجوج نفس القوه. ولكن الدري صغير قال لايدي الا بغيتي تقتلوه استخدم القلاده اللي عندك. وفعلا هادشي اللي دار ايدي، وقدر يقتل خونا بالقلاده. وموراها مشى عند الدري الصغير وعطاه القلاده ديالو وطلب منه باش يعاون نيكول يرجعها للحياه. ولكن الدري قال ليه راه تقدر دير هادشي غير بوحدك. هنا شد نيكول من يديها وعطاه القوه السحريه اللي في القلاده، وفعلا نيكول رجعت. موراها جا واتسون وكان فرحان بزاف حيت قدروا يتهناو من جيسكو. ايدي من قوه الفرحه خدا نيكول وبداو كيجريو بواحد السرعه خياليه، وكانوا فرحانين بالقوه اللي ولات عندهم. وفي نفس الوقت الدري الصغير دخل لواحد البوابه سحريه باش يرجع للعالم ديالو. وهنا كتسالي القصه ديالنا. الى عجبكم الملخص ما تنساوش ديروا لايك، عملوا متابعه للقناه باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. كان معكم ملمس، نتلاقاو فيديو الجاي والسلام عليكم.